بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الثالث الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض درس جديد في التاريخ. هنشرح مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الثالثة. درسنا بعنوان ثورة الشعب المصري وتولية محمد علي حكم مصر. في البداية اللي بيشوفني لأول مرة ياريت يعمل اشتراك في القناة ويفعل الجرس عشان توصلوا كل الفيديوهات. طيب، في البداية طبعا احنا عارفين بعد خروج الحملة الفرنسية من مصر عام 1801 ميلاديا، حتى ان تولى محمد علي حكم مصر في 13 مايو 1805. طيب يا ترى الفترة دي في تاريخ مصر كانت عاملة ازاي؟ طبعا تمثلت هذه الفترة اللي كانت حوالي 4 سنوات من 1801 ل 1805 كانت بتتميز بالفوضى والاضطرابات. طبعا ده كان بسبب الصراعات بين طبعا المماليك من ناحية والعثمانيين من ناحية وإنجلترا. كل واحد منهم كان عايز يستأثر في السيطرة على مصر ويبسط نفوذه عليها. طيب، استمرت طبعا، احنا عارفين ان في الفترة دي مصر استمرت ولاية تابعة للدولة العثمانية، يعني كانت مصر تابعة للدولة العثمانية. بدأت بقى الدولة العثمانية في ان هي تستعيد سيطرتها على حكم البلاد، لكن في ذلك الوقت الشعب المصري كان بيقوم بالعديد من الثورات ضد الولاة العثمانيين وضد زعماء المماليك. طيب، كانت من أهم هذه الثورات هي ثورة الشعب المصري في مارس 1804. ثورة الشعب المصري في مارس 1804 ميلاديا. هذه الثورة كانت بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. يبقى سبب ثورة الشعب المصري في شهر مارس 1804 ميلاديا دي كانت بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي. طيب يا ترى أثناء هذه الفترة بقى بدأت تظهر شخصية محمد علي. طيب، محمد علي ولد في عام 1769 ميلاديا في مدينة قولة باليونان، التي كانت تحت الحكم العثماني. يعني مدينة قولة دي كانت في اليونان، كانت تحت سيطرة العثمانيين. طيب، محمد علي جاء إلى مصر مع القوات العثمانية عشان يحارب الحملة الفرنسية. بعد كده أصبح قائدا للجند الألبان اللي كانوا موجودين في مصر. طيب يا ترى إيه كان موقف محمد علي من الثورة اللي قام بيها الشعب المصري عام 1804 ميلاديا ضد، زي ما قلنا، ضد العثمانيين وضد المماليك اللي كانت بسبب فرض الضرائب والإتاوات على الأهالي؟ طيب، محمد علي كان طبعا موقفه خشى أن تصيب الثورة جنوده، خاف على جنوده من الثورة، فجاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ. يعني بدأ ينضم إلى العلماء والمشايخ وياخد صفهم، وكمان اختلط بالأهالي الساخطين، يعني اختلط بالأهالي الرافضين لحكم العثمانيين، وتعهد للعلماء بأن هو يبذل قصارى جهده عشان يرفع الضريبة عن الناس، طبعا بصفته أن هو كان قائد للجند الألبان الموجودين في مصر. طيب، واقترح كمان على العلماء أن هم يقوموا بتعيين خورشيد باشا واليا على مصر، واللي بالفعل تم تعيينه من قبل السلطان العثماني. يبقى موقف محمد علي من الثورة إيه؟ طبعا خاف في الأول أن الثورة تصيب جنوده، فقام بإيه بقى؟ عمل إيه؟ جاهر بالانضمام إلى العلماء والمشايخ، يعني خد صف العلماء والمشايخ، واختلط بالأهالي الرافضين لحكم العثمانيين، وتعهد للعلماء بأن هو يبذل قصارى جهده عشان يرفع الضريبة عن الناس. وكمان اقترح ان هم يقوموا بتعيين خورشيد باشا واليا على مصر، والذي بالفعل تم تعيينه من قبل السلطان العثماني. طب يا ترى موقف محمد علي ده من الثورة، يا ترى ده خلاه يعني شكله ايه قدام العلماء وقدام المشايخ وقدام الشعب المصري؟ ده طبعا ادى موقف محمد علي من الثورة الى كسب عطف الشعب وثقة زعمائه اللي نظروا إلى محمد علي كرجل عادل بيكره الظلم. يعني موقف محمد علي من الثورة ده خلاه ان هو يكسب عطف الشعب وثقة الزعماء اللي نظروا إليه ان هو كرجل عادل بيكره الظلم، وطبعا بالفعل قرب محمد علي من الشعب المصري. طيب، هنشوف بقى ازاي تولى محمد علي حكم مصر.
هنلاقي انه في 13 مايو 1805 اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف، يعني كل طائفة كل طائفة من الشعب ليها نقيب بينيب عنها. اجتمعوا فين؟ اجتمعوا بدار المحكمة، يعني بيت القاضي. يبقى اجتمع زعماء الشعب من العلماء ونقباء الطوائف بدار المحكمة اللي هو بيت القاضي، قرروا ايه بقى؟ قرروا ان هم يعزلوا خورشيد باشا اللي هو كان والي عثماني على مصر في ذلك الوقت، ويقوموا بتعيين محمد علي واليا على مصر، بعد أن أخذوا عليه العهود والمواثيق بأن يحكم بالعدل وألا يبرم أو يصدر أمرا إلا بمشورتهم. يعني الشعب المصري أو العلماء اجتمعوا كلهم في دار الحكمة في بيت القاضي، وقرروا ان هم يقوموا بعزل خورشيد باشا اللي كان والي عثماني على مصر في ذلك الوقت، ويقوموا بتعيين محمد علي واليا على مصر. بعد ان طبعا مش هيعينوه كده، دول اخذوا عليه العهود والمواثيق ان هو ما يحكم، لازم ان هو يحكم بالعدل وما يصدرش اي امر او اي قرار الا بمشورة الشعب. طيب يا ترى ايه موقف السلطان العثماني من قرار زعماء الشعب؟ يا ترى موقف السلطان العثماني هيكون ايه من قرار السلطان العثماني من قرار الشعب؟ طبعا اصدر فرمانا في 9 يوليو. فرمان يعني امر سلطاني بيصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية وبيكون واجب التنفيذ. فرمان يعني امر سلطاني بيصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية ولازم يكون هذا القرار واجب التنفيذ، يعني لازم ينفذ. طيب السلطان العثماني قرر ايه بقى؟ اصدر فرمانا في 9 يوليو 1805 ميلاديا، تضمن هذا الفرمان عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر. يعني السلطان العثماني وافق على قرار زعماء الشعب بان هم يعينوا محمد علي حاكم على مصر عام 1805 ميلادي. طيب بعد كده هنلاقي بقى محمد علي لما تولى حكم مصر كان بيواجهه عدة مشاكل. يبقى قبل أن يتفرغ محمد علي لبناء دولة مصر الحديثة كان عليه أولا أن يطمئن لاستقرار الحكم في يده، وذلك بمواجهة المشكلات التي اعترضته في بداية حكمه. طيب ايه أهم المشكلات اللي اعترضت حكم محمد علي في بداية حكمه لمصر؟ أول حاجة محاولة نقله من مصر، ده كان بموجب فرمان في يوليو 1806 ميلاديا، وده طبعا كان بتدخل من بريطانيا. تاني مشكلة واجهته هي حملة فريزر في شهر مارس 1807 ميلاديا، وده كان طبعا هذه الحملة اللي أرسلتها بريطانيا إلى مصر. تالت مشكلة هي الزعامة الشعبية. رابع نقطة هي المماليك. يبقى دول الأربع مشكلات اللي واجهوا محمد علي قبل أن ينفرد بحكم مصر وقبل بنائه لدولة مصر الحديثة، وكان عليه طبعا أنه هو يتخلص من هذه المشاكل قبل حكمه لمصر. يبقى هنقول تاني أهم المشكلات اللي اعترضت محمد علي في بداية حكمه. أول حاجة محاولة نقله من مصر بموجب فرمان يوليو 1806، ده طبعا كان بتدخل من بريطانيا. تاني حاجة هي حملة فريزر في مارس 1807 ميلاديا، وده طبعا اللي أرسلت هذه الحملة هي بريطانيا. تالت نقطة أو تالت مشكلة هي الزعامة الشعبية. 4 هي المماليك. طيب هنشوف بقى كل مشكلة ونشوف محمد علي عمل فيها ايه. أول مشكلة واجهته هي محاولة نقله من مصر. طبعا بريطانيا لم ترضخ أو لم تقبل بتولية محمد علي حكم مصر، لذلك بدأت ان هي تسعى الى ان هي تقنع السلطان العثماني بانه يقوم بعزل محمد علي ويسند ولاية مصر الى محمد بيك الألفي، ده كان من المماليك. يبقى محمد بيك الألفي المملوكي اللي كان تابع في ذلك الوقت لبريطانيا، او ان هم يقوموا بتولية اي والي عثماني اخر عشان بريطانيا كانت عايزة تطمئن على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. خلاص، يبقى أول حاجة
ان بريطانيا لم ترضخ بتولية محمد علي الحكم، لذلك بدأت ان هي تسعى ان هي تقنع السلطان العثماني بان هو يقوم بعزل محمد علي يبقى الى محمد بيك الألفي المملوكي اللي كان تابع لبريطانيا، او ان السلطان العثماني يقوم بتولية اي والي عثماني اخر عشان تطمئن بريطانيا على مصالحها الاقتصادية في المنطقة. طب يا ترى ايه موقف السلطان العثماني؟ موقف السلطان العثماني هيكون ايه من قرار بريطانيا؟ هنلاقي ان السلطان العثماني استجاب لبريطانيا بالفعل وارسل اسطولا يحمل امرا، يعني بيحمل فرمان في يوليو عام 1806 ميلاديا. طبعا احنا عارفين قلنا فرمان يعني امر سلطاني بيصدر من قبل سلطان الدولة العثمانية وبيكون واجب التنفيذ. طيب الفرمان بقى اللي أرسله أو أصدره السلطان العثماني كان بيتضمن أول حاجة نقل محمد علي واليا على مدينة سالونيك في مقدونيا. تاني حاجة تسليم السلطة دون معارضة أو مقاومة إلى والي عثماني جاء مع الأسطول العثماني في شهر يوليو عام 1806 ميلادي. ده كان موقف السلطان العثماني، إن هو أصدر فرمانا في شهر يوليو 1806. هذا الفرمان بيتضمن نقل محمد علي واليا على مدينة سالونيك في مقدونيا. تاني حاجة تسليم السلطة دون معارضة أو مقاومة إلى والي عثماني جاء مع الأسطول العثماني في شهر يوليو عام 1806 ميلادي. طب يا ترى إيه موقف الزعامة الشعبية المصرية؟ هل هيوافقوا على قرار السلطان العثماني وقرار بريطانيا؟ لا، هنلاقي ان وقفت الزعامة الشعبية بجانب محمد علي، وترتب على ذلك رضوخ او خضوع السلطان العثماني وتخليه عن فكرة نقل محمد علي من ولاية مصر وقام بتثبيته عليها. فتدهورت العلاقة بين مين ومين بقى؟ تدهورت العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني، لأن طبعا السلطان العثماني وافق على مطالب الزعامة الشعبية وخلى محمد علي أو ثبته في ولايته على مصر. فطبعا حدث صدام وتدهور في العلاقة بين بريطانيا والسلطان العثماني، مما جعل بريطانيا ان هي ترسل حملة فريزر الحملة الانجليزية في مارس 1807 ميلاديا، ارسلتها الى مصر. يبقى دي تاني مشكلة واجهت محمد علي اللي هي حملة فريزر الحملة الانجليزية في شهر مارس 1807 ميلاديا. طبعا هنلاقي ان بريطانيا انتهزت فرصة تدهور العلاقة بينها وبين السلطان العثماني وارسلت حملة عسكرية إلى مصر بقيادة فريزر في شهر مارس 1807. طيب كانت أهداف هذه الحملة هي احتلال مصر، تاني حاجة خلع محمد علي من الحكم، 3 تولية محمد بيك الألفي الحكم اللي كان تابع طبعا مملوكي لإنجلترا. يبقى تاني أهداف الحملة حملة فريزر، أول حاجة احتلال مصر، 2 خلع محمد علي من الحكم، 3 تولية محمد بيك الألفي الحكم اللي كان تابع لإنجلترا. طيب نتائج أو نتيجة حملة فريزر على مصر، طبعا هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد وحماد. تاني حاجة جلاء الحملة من مصر مقابل الإفراج عن الأسرى. 3 دخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. يبقى نتائج حملة فريزر على مصر: 1 هزيمة الحملة الإنجليزية في رشيد والحماد، 2 جلاء الحملة من مصر مقابل الإفراج عن الأسرى، 3 دخول محمد علي الإسكندرية منتصرا. دي كانت تاني مشكلة واجهت محمد علي وانتصر عليه. ثالث مشكلة واجهت محمد علي هي مشكلة الزعامة الشعبية. طيب أراد محمد علي إن هو ينفرد بالحكم دون وصاية أو رقابة شعبية، لذلك قرر إن هو يتخلص من الزعامة الشعبية. الزعامة الشعبية في ذلك الوقت كانت ممثلة في السيد عمر مكرم، طبعا بعد إن هو أن أدرك دورها في توليته حكم مصر والقيود التي فرضتها عليه عند قبوله الولاية. طبعا احنا عارفين ان الزعامة الشعبية طبعا زي ما عرفنا مع بعض كان ليها دور في تعيين محمد علي حكم مصر، بعد طبعا ان اخذوا عليه العهود والمواثيق ان هو يحكم بين الناس بالعدل، كمان ان هو ما يصدرش اي قرار الا بمشورتهم.
فطبعا محمد علي كان عارف طبعا دور الزعامة الشعبية وفرض سيطرتها وقيودها على طبعا على حريته في حكم مصر. لذلك قرر ان هو يتخلص منها وان هو ينفرد بالحكم دون وصاية او رقابة شعبية عليه. طيب بدأ ان هو بقى يترقب الوقت المناسب عشان يتخلص من عمر مكرم، لان كان عمر مكرم في ذلك الوقت هو قائد الزعامة الشعبية. كمان استغل في ذلك الوقت فرصة الأزمة الاقتصادية اللي حدثت في مصر نتيجة انخفاض منسوب النيل عشان يتخذ بعض القرارات اللي بتحقق له غرضه في ان هو يسيطر وينفرد بالحكم. الى جانب طبعا ان هو كمان استغل الانقسام بين القيادات الشعبية فيما بينها حول تقدير ومكانة عمر مكرم بين الناس. فبدأ منافسوه ان هم يدسون له عند محمد علي، الذي انتهز هذه الفرصة وقام عمل ايه بقى محمد علي؟ قام بخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف، وتاني حاجة إبعاده ونفيه إلى دمياط في عام 1809 ميلاديا. يبقى انتهز محمد علي فرصة انقسام القيادات الشعبية والفرصة الأزمة الاقتصادية اللي حدثت في مصر نتيجة انخفاض منسوب نهر النيل بمصر، وقام بخلع عمر مكرم من نقابة الأشراف وإبعاده ونفيه إلى مدينة دمياط في عام 1809 ميلاديا، وبذلك استطاع أنه هو يتخلص من الزعامة الشعبية. طيب رابع مشكلة واجهت محمد علي هي المماليك. في بداية حكمه حرص محمد علي على التخلص من المماليك، لأنه كان يرى أنهم يمثلون مصدرا للقلق والفوضى. اتخذ محمد علي عدة أساليب عشان يتخلص من المماليك، منها أول حاجة حرمانهم من تولي المناصب الرفيعة في الدولة مثل منصب مشيخة البلد. تاني نقطة مطاردتهم في كل مكان. ثالث نقطة تدبير مذبحة القلعة في مارس 1811 ميلادي. مذبحة القلعة اللي دبرها محمد علي حيث أقام في القلعة احتفالا بخروج الجيش المصري إلى شبه الجزيرة العربية عشان يقضي على الحركة الوهابية، فانتهز الفرصة ودعا أمراء المماليك وأتباعهم لحضور الحفل، وهناك انهال عليهم جنود محمد علي بالرصاص فقتلوا جميعا. يبقى قتل المماليك جميعا في القلعة إلا أحد المماليك اللي كان بيسمى أمين بيك الذي غادر مصر بعد ذلك. يبقى موت أو قضى على كل المماليك إلا واحد فقط وهو أمين بيك اللي غادر مصر بعد ذلك. يبقى وبذلك استطاع محمد علي القضاء على المماليك. طيب بكده نكون خلصنا مع بعض النهاردة شرح الدرس، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. كانت معكم مس أماني علي، تابعوني واشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.